لو غسالتك ما بتنضفش او ليها ريحه، الغسيل له ريحه او اي حاجه، تعالي بقى هقولك على الخطوات المهمه ان انت هتعمليها وترجعي غسالتك جديده زي الفل من غير تعب ولا مجهود. اول حاجه كده هنعمل لها دوره. الدوره عباره عن خل وملح ليمون. بس ازاي؟ هقولك على الخطوات علشان تعرفيها، تابعي معايا للنهايه. اول حاجه كده هتيجي على الفلتر ده، تمام، وهتفتحيه، هو بقى جامد شويه، وهتنضفيه. تمام، هو بيتفتح كده بسهوله باللف كده كده، وهتنضفيه تشيلي خالص لو في اي حاجه ميه. والافضل بقى انت تشغلي الغساله كده شويه صغيرين، تمام كده، وتسحبي الميه بحيث ان الميه اللي تنزل معاكي هنا. لو في اي حاجه مترسبه في الفلتر حتى لو نضيفه مفيش في حاجه، الميه اللي تنزل كده على الارض مش مشكله، بس ايه، بعد كده ننضف مفيش مشكله. بس علشان اي حاجه جوه المواسير تنزل. شايفين المساحه معايا؟ الحاجات اللي متبقيه جوه حتى لو انت مش شايفاها ومش عارفه تجيبيها بتنزل معاكي من عند ايه المواسير بالشكل ده كده. بعد كده هتوقفي الغساله، وطبعا هتمسحي الفلتر وتنضفيه. بعد كده هرجع كده الفلتر، تمام، بالشكل ده كده، وهغطيه كويس تاني. طبعا احنا هنغسل كل حاجه بس ايه بعد الدوره ان شاء الله. يعني انا مش هعمل معاكم كده الا بعد الدوره. يعني انا بركبه تاني، نزلت منه ايه في الاول الحاجات اللي هي الميه والحاجات اللي مترسبه جوه الغسال. بعد كده بقى هقفله كويس عادي، وابدا اشغل الغساله بتاعتي على دوره كامله على درجه حراره 70. درجة حرارة 70، وهشغل على ايه؟ على اول حاجة، يعني الدورة كاملة من اول البرنامج كله، تمام. وابدأ اشغل كده عشان تسحب. شايفين الدرج ده؟ هنخليه زي الفل ان شاء الله. هقول لكم ازاي نعمل ده تنظيفات برضو حلو جدا، واقول لكم ازاي بحاجة سهلة جدا من غير تعب ولا مجهود ولا دعك ولا تنظيف ولا اي حاجة خالص، تمام. اول حاجة بس كده عشان المية تسحب معايا، هبدأ اجيب الخل والملح. هبدا اضيف كده 3 معالق لملح ليمون. طبعا احنا عملناه قبل كده مع بعض على القناه برضو، اللي عاوز يدخل عليه مفيش مشكله، جميل جدا والله. وهوريكم برضو التفاعل بتاعه. 3 معالق كبار كده ملح ليمون او 4 عادي. ومعايا هنا خل، اي خل عندك هتحط نص كوبايه خل. وعندي هنا معلقه زيت، هحط معلقه كبيره بس، معلقه واحده بس، تمام. وهبدا انزل بقى بنص ازازه خل. اخدت نص ازازه خل كده، اي نوع عندك، او حتى لو مش عندك اشتري من عند العطار اللي هو السايب، مفيش اي مشكله خالص. بعد كده هبدا اشغلها على بي، مش على ايه بقى، علشان خاطر الميه والخل والملح الليمون اللي انا نزلتهم في الغساله استفيد بيهم، والغساله ما تطردهمش معايا، تمام. هبدا بقى كده اشغل الغساله واسيبها بقى تاخد الدورة بتاعتها، ونرجع تاني بعد الدورة ان شاء الله نشوف باقي الخطوات وباقي تنظيف الغسالة. بجد الفيديو حلو جدا جدا، اتمنى يعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لأول مرة تشوفها. ويلا بينا عم نرجع تاني مع بعض. بعد كده هنا معايا هنا ليمونتين، تمام، ضرباهم بمية سخنة في الخلاط بس كده مش اكتر. هضيف عليهم برضو معلقة زيت صغيرة، زيت مستعمل عادي خالص بتاع الاكل بس متصفي، معلقة صغيرة. وهضيف كمان معلقة ملح ليمون، وهضيف شوية سائل اطباق بس كده. هحطهم بقى كده وهسيبهم لما ايه هنحتاجهم دلوقتي هنغسل بيهم، تمام. ده خلطة حلوة جدا جدا. هتضيف عليها، ممكن تضيفي كمان عليهم حتة معجون اسنان صغير، هيبقى الخلطة معاكي جبارة بجد. ممكن تضيفي كمان مكان الصابون السائل تضيفي شوية اريال، اي اريال، بس اريال اللي هو بتاع الغسالة مش اوتوماتيك، الصلع بيه. هضيف كمان معلقتين خل، اي نوع خل عندك، خل ابيض عادي. وهضيف برضو القطعه الصغيره ديت معجون اسنان، وهقلب بقى كويس واسيبهم. الخلطه دي بص هتنفع معاكي في اي حاجه انت عايزه تعمليها، اي حاجه، حيطان، بلاط، سيراميك، كمان حنفيات، ميه، استانلس، تلميع، اي حاجه. بصراحه الخلطه دي جباره جباره بجد بجد بجد. بعد كده هجيب بقى الدرج بالشكل ده، هشيله عشان نغسله مع بعض اهو. بصي بتضغطي هنا كده، تضغطي هنا كده وتشدي لبره، تمام، اهو بالشكل ده.
عشان انضفه بقى هعمل له ايه؟ هقول لك على حاجه حلوه جدا جدا هتنضفيه من غير تعب ولا مجهود. شايفين الزيت؟ زيت الاكل اللي احنا المستعمل زي ما قلنا، هتحطي بقى فيه شويه كده، تمسحيه كله، ممكن تدهني بفرشه كده كل الاماكن بالشكل ده كده اهو. كل التكلسات بقى والحاجات دي كلها هتطلع. هتحطيه بقى كده وتسيبيه شويه، تنقعيه فيه شويه 10 دقايق ربع ساعه على حسب التكلسات بتاعتك اللي موجود. تمام. وبعد كده هنرجع تاني مع بعض نشوف الخطوات الجايه هنعمل ايه. اهم حاجه ان انت تدهني كويس، ممكن تدهني بفرشه مفيش اي مشكله، المهم تغطيه كله، هيبقى حلو جدا جدا. لحظه. بعد كده ايه، هبدا انزل اضيفه بقى في كيس. هجيب الكيس كده شنطه بلاستيك، اي شنطه بلاستيك، وهنحطه فيه. لو ملاحظين بصوا هي لسه ما لحقتش تعمل اي حاجه، بس شايفين بصوا الزيت خلى الحاجات تنعم كده، بتنعمها وبتطريها وبتخليها تخرج. شايفين التكلسات اللي هي بمكان الزهره والقريه والحاجات دي. تمام. الخلطه بقى اللي احنا عملناها مع بعض دي هنغرقها برده بقى كده. ضيف ميه سخنه جامد من السخان كده او مغليه الموجود عندك، تغطيه يعني بيه. بعد كده هنقفل الكيس ده بتاعنا بحيث ان ايه، نكتم الحراره مع الحاجات دي كلها تتفاعل مع بعضها. ودي فايده الكيس عندنا هنا. وبعد نص ساعه كده نرجع تاني مع بعض. عندي هنا الغسالة بقى في التشطيبة الأخيرة. هنفتح بقى الفلتر نفس الوضع زي ما فتحناه أول مرة، وبعد كده بسهولة جدا هشيله كده وهبدأ بقى أشطفه وأغسله بفرشة حلوة جدا. أحسن حاجة الفرشة ليه. تمام. بعد كده بقى هندخل نشوف الفلتر برضو لو نزل معايا أي مية أو أي حاجة بعد الدورة ما خلصت خلاص. وهجيب بقى فرشه اسنان وابدا اغسل من جوه كده. ولو احنا ملاحظين الحته اللي جوه سمره دي ماهيش طبعا يعني مش ترسبات ولا حاجه، دي جلده كده جوه الفلتر يعني على الجدار كده. تمام. هبدا اغسل بقى كده الاماكن الضيقه بالفرشه. الفرشه دي حلوه جدا في النظافه بجد، حلوه جميله جميله يعني. تمام. هبدا انضف كده واغسل، وبعد كده هجيب معايا سبونشه بصابون وميه عادي واغسلها برضو بخل وانضفها كويس جدا. المهم اي حاجه تدخليها تعرفي ان انت هتعرفي تطلعيها، ما تفضلش جوه او تتقطع معاكي جوه. دي اهم حاجه. بعد كده هتشطفيها بميه وتنضفيها وتنشفيها وهيبقى معاكي في منتهى الجمال. هنقفل بقى الغساله ونكمل باقي الخطوات. اهم حاجه زي ما قلنا ننشف الغساله كويس جدا جدا علشان خاطر الكهرباء معانا وما تصديش. بعد كده الدرج ده اهو شوفوا بقى، انا جبته في ميه كده علشان ايه، الميه تبقى مغطياه. هتجيبي بقى سلك الخشره كده. اولا دي بتشال، القطعه دي بتشال. شايفين اصلا من غير ما نعمل حاجه هي بدات تخفض خالص عن ما كانت الاول اهو. بصوا القطعه دي بتشال، هنبدا نشيلها كده على الخفيف خالص، بيطلع معاكي اهو الميه دي كده. بعد كده مش داعي بقى على الخفيف خالص، على الخفيف خالص بنفس كده بعد الميه كده. كده بنفس كده كلها. اي مكان ضيق مش عارفه توصلي له يبقى بالفرشه صغيره عندك او فرشه الاسنان زي ما عملنا كده. بس كده اشطفوا بقى ونرجع مع بعض. بصوا بعد ما غسلته في بس كده بقايا صغيره كده زي ما انتم شايفين. تمام. عشان بس المصداقيه مع بعض هعمل ايه بقى، بصوا شويه نشادر كده بالشكل ده. لو ما عندكيش نشادر استخدمي بيكنج باودر او كربونات. تمام. شويه خل كده صغننين بالشكل ده. قطعة من السلك الخشنة زي ما كنا بنغسل بيها دلوقتي، قطعتها كده وعلى فرشة صغيرة عشان ايه ايدك تعرف تجيب الحاجات دي. بصوا اهي، لفي السلكة كده على الفرشة بالشكل ده كده. طبعا احنا عارفين ان الشد ريحته نفاذة جدا. بعد كده هتبدأي بقى تدعكي كده فيها
حاولي بقى ان انت تثبتيها كده. بصوا شايفين تطلع معايا المشادر اصلا معروفه انها قويه جدا. شايفين؟ اشطفها بقى ونرجع تاني. بعد كده هبدا اغسل الغساله بميه وصابون. عادي ممكن تضيفي شويه خل، شويه ميه وصابون وخل، تمام كده عشان يبيضها لك ويخليها زي الفل. ممكن كمان تضيفي معلقه شويه حته معجون صغيره برضو مع الخلطه بتاعتنا، هتخليها لك حلوه جدا جدا. هتغسليها بقى كلها بالزراير بكل حاجه زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنشطفها بالميه، وبعد كده هنشطفها كويس جدا. وكمان عندنا بقى هنا لو الاماكن اللي هي الصغيره دي دايما ما بنقدرش نوصل ليها، يبقى عندك الفرشه بتاعه الاسنان دي حلوه جدا 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 في الحاجات دي. وكمان ممكن تقدري ان انت تلفي عليها حته سلكه لو حاجه ما بتطلعش، تمام. هتبداي بقى تغسلي بقى كده جوه الدرج، مكان الدرج كده من جوه، ومن الاماكن اللي هي الضيقه اللي احنا ما نقدرش نوصل لها، هتنضف معاكي وهتخلي الغساله معاكي زي الفل. نخلص بقى ونرجع تاني مع بعض. طبعا بعد كده خلاص شطفنا، نشطفها بقى بميه مفيش اي مشكله. واهم حاجه بعد كده تنضفي تنشفيها كويس جدا جدا علشان خاطر الميه والكهرباء والكلام ده كله. بعد كده بعد ما بتخلصي خلاص من كل غسله وغسله، كمان ده اساسي، بتجيب منديل مطبخ كده بالشكل ده وتحطي فيه اي معطر او دونه او اي حاجه عندك، وتحطي كده في الغساله وتسيبيه كده من غسله لغسله، يبقى معاكي زي الفل. خلي ريحه الغساله زي الفل ونضيفه ومفيش فيها اي حاجه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اهم حاجه معانا بين كل بعد كل غسيل هتلاقي هنا شايفين ميه كده بالشكل ده، هتنشفي الميه ده كويس جدا جدا بين كده الجوان وبعضه كده بالشكل ده هتنشفيه. وكمان المنطقه دي كده اللي هي كده الجوان ده، تمام. وبرده حطي بقى كده منديل معطر او شويه ملح ليمون او اي حاجه في المنطقه دي كده، تمام. اهم حاجه تنظفي دايما الجوان من هنا ومن هنا، هيبقى معاكي زي الفل ان شاء الله. الغساله مش هتلاقي فيها ريحه ولا اي حاجه، ولا شايفين ما شاء الله بعد الغسله، بعد ما عملنا الغساله اللي هي الغساله ما شاء الله بتبرق وكأنها جديده، رجعناها جديده زي ما كانت ما شاء الله. شايفين شكلها فله كده، هحافظ عليها اطول فتره ممكنه. وكمان ريحه الغسيل بتاعتها تبقى جميله جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه اول مره اشوفها، تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.